طبعا كلنا عندنا فردة الشراب اللي مش لاقيين زيها، اختها ضاعت او باظت او اتقطعت ايا كان يعني. وانا النهارده جايه اقول لكم حل حلو جدا وعملي وهينفعنا قوي في الموضوع ده. اول حاجه خدت فردة الشراب اللي مش لاقيه اختها دي، وخدت جزء كده منها، وبعد كده من اي لعبه قديمه عندي جبت الفايبر ده وقفلت عليها الشراب بالشكل ده. كبرتها شويه عشان انا كنت عايزه الحجم كبير شويه، وبعد كده قفلتها بخيط خيش عندي، وطبعا ممكن نستبدله باي خيط مفيش مشكله خالص. تعالوا نشوف بعد كده هنعمل ايه. الجزء ده ملوش لازمه فقصيته بالشكل ده. لو مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي فكره جديده انا بعملها، وما ننساش اللايك والشير والكومنت الجميل اللي بيشجعني ان انا اكمل دايما. بعد كده تعالوا نشوف هنعمل ايه بالكرتونه. رسمت عليها دايره اكبر شويه من حجم الشراب اللي انا مليته بالفايبر او بالقطن ده بالشكل ده. وبعد كده هبدأ كده تمام الحجم بالنسبة لها. هبدأ بعد كده اغطي الكرتونة دي بأي حاجة. انا عندي خيط خيش، لو عندكم تمام، مش عندكم ممكن نغطيها بأي قطعة قماش قديمة او ممكن بأي نوع خيط، او نخليها كرتونة كده زي ما هي مفيش مشكلة خالص. انا غطيتها هنا بخيط الخيش. خيط الخيش ده 4 ملي. هبدأ الفها كده زي ما اكون بعمل كوستر بالظبط لحد ما اغطي الكرتونة بالكامل. الفكرة سهلة خالص وبسيطة واي حد هيقدر يعملها بمنتهى السهولة. اهو لحد ما خلصت كده، وبعد كده هقص الجزء اللي ملهوش لازمة خلاص الزيادة معايا، وهسوي اي جزء من الكرتونة زيادة برضو هسويه معايا بالمقص بالشكل ده. وبعد كده هبدأ اثبت الشراب ده على الكرتونة تثبيت كويس شوية بمسدس شمع. حطيت حبة شمع كويسين كده، وبعد كده ثبت عليها الشراب بالطريقة دي. وبعد كده ده اللي هو الخيط الكردون، وممكن نستبدله بخيط خيش او اي خيط عندنا او اي شريط مفيش مشكلة خالص. ثبته انا كده بمسدس الشمع برضو على الاطار بتاع الكرتونة من بره، ونفس الطريقة هعمل برضو على الشراب من جوه برضو. بس هثبت ده الاول واشيل الجزء الزيادة. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وبعد كده هعمل نفس الطريقة زي ما قلت لكم هنا كده، صف او صفين برضو من خيط الكردون. خيط الكردون ده برضو 4 ملي. هبدأ اعمل بيه نفس الطريقة كده، وبعد كده هقص الجزء الزيادة خلاص اللي انا مش محتاجاه بالشكل ده. تمام كده. وبعد كده هبدأ اعمل فيونكة سهلة خالص وبسيطة مفيهاش اي حاجة بالطريقة دي، وهثبتها بالشكل ده بالشمع برضو. بعد كده هبدأ احط واحدة من اللولي اللي عندي عشان تكمل الشكل بالشكل ده. ثبت اللولي كمان بمسدس الشمع، وبقى ده شكلها النهائي. تعالوا نشوف استخدمتها في ايه. انا استخدمتها في ان انا اجمع فيها واشبك فيها الدبابيس، لان انا طبعا الدبابيس دي خطر انها تقع في اي مكان، فبحب اثبتها كده على التسريحة او على المكتب بحيث ان انا ما تقعش مني. ايه رأيكم؟ استنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.